السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم هدف وصناعة مصطفى جنيد، لأنه بهذا الفيديو بدي أتكلم عن مصطفى جنيد بالمباراة اللي انتهت قبل قليل، اللي خسر فيها نادي الفتوة نادي الكرامة ب3 أهداف مقابل هدف. سجل هدفين من أهداف نادي الفتوة، أو ساهم بهدفين من أهداف نادي الفتوة مصطفى جنيد، حيث سجل هدف وصنع هدف. فبدي أتكلم عن هذا اللاعب وعن أحقية مشاركته مع منتخبنا الوطني وإعطائه الفرصة الكاملة لمشاركة مصطفى جنيد مع منتخبنا الوطني السوري الأول. خلونا نبلش على بركة الله، ولكن قبل ما نبلش ما ننسى الصلاة على سيد الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شاهد الهدف الأول بطريقة جميلة جدا، عرضها علاء الدين التالي لمصطفى جنيد، ولكن مصطفى جنيد ورغم هاي الأعداد الضخمة اللي أمامه اللي مسكرة شباك نادي الكرامة، إلا أنه عرف شلون يحطها بشباك نادي الكرامة. ونشوف أيضا الهدف الثاني لنادي الفتوي اللي سجله اليوم على نادي الكرامة، واللي أيضا كان بمجهود كبير من اللاعب مصطفى جنيد، اللي هو بنى وأسس الهجمة ومررها وأعطى أسيست جميل للاعبنا لاعب نادي الفتوة، وسجل لاعب نادي الفتوة الهدف الثاني في شباك نادي الكرامة. بصراحة أنا تكلمت بهذا الفيديو عن مصطفى جنيد وخصيته بالذكر، لأنه مصطفى جنيد عنده سرعة انسجام مع الفريق اللي يلعب معه. فشفنا مصطفى جنيد ما صار له سوى مباراتين أو 3 فقط من شارك مع نادي الفتوة، وشفنا كمية انسجام كبيرة لمصطفى جنيد مع نادي الفتوة. من بلش ومن اجى على النادي صار يسجل اهداف وصار يعمل اسيستات وصار يقدم اداء جميل للي شاهد مباريات الفتوة. فهذا اللاعب ونوعية هاي اللاعب تهمنا جدا بالمنتخب، اللاعب اللي ينسجم بسرعة، لانه المنتخب ومثل ما تعرفون كل معسكر وكل مباراة نلاقي هنالك اسماء جديدة، وعلى طول منتخباتنا بشكل عام تعاني من ضعف الانسجام. فاعتقد انه مصطفى جنيد وبحسب ما يقدمه في الدوري السوري من انسجام رهيب بعد انتقاله لنادي الفتوة، فاعتقد انه نوعية اللاعب تبع مصطفى جنيد يتيح تماما بان ياخذ مصطفى جنيد فرصته الكاملة مع المنتخب الاول، من مشاركة كاساسي ومن استدعاء لمعسكرات قادمة. بدل ما تستدعون عمرو الميداني وبدل ما تستدعون كامل حميشة، استدعوا مثلا قسم من لاعبين تشرين اللي شفناهم ابدعوا جدا امام المريخ وفي البطولة العربية، وايضا استدعوا مصطفى جنيد اللي عنده سرعة انسجام رهيبة واداء اكثر من رائع وتسديدات مهارية جدا ويركنها ركن بمرمى الخصم. هارد لك لنادي الكرامة العريق الجريح، والف مبروك لنادينا نادي الفتوة. وبس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. لا تنسى اللايك والاشتراك.